الزمالك بيتعاقد مع آدم كايد لمدة 3 سنوات. ما عنديش أي مشكلة، لكن أتمنى ما يكونش التعاقد عن طريق شرايط الفيديو أجمل اللقطات والأهداف واللمسات. يا ترى هل حد شاف أو راح بص على آدم كايد وهو مع فريقه الهولندي؟ ركز معاه، شاف مستواه، شاف إنه يصلح لنادي الزمالك ولا لأ؟ هنشوف خلال الفترة الجاية. احنا ما نعرفش عنه حاجة إطلاقا، هو بيلعب في فريق هولندي فقط، لكن شفناش انضمش لمنتخب هولندا، ما شفناش قبل كده. فهل يكون صفقة مفاجأة وصفقة سوبر تضيف للنادي الزمالك والقلعة البيضاء، ولا هيطلع مجرد اسم فقط ومجرد جنسية هولندية ولا ويطلع في الآخر لاعب متواضع وفي الآخر الزمالك يدفع فلوس أو ما يدفعش فلوس وتحصل مشكلة إيقاف القيد المشكلة اللي مش عايزة تنتهي دي بتاع رفع القيد إيقاف القيد. أتمنى يطلع صفقة سوبر ويكون دعم للقلعة البيضاء.